السلام عليكم يا احلى متابعين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ النقانق او السوسيس او الهوت دوج في البيت. عارفين مكوناته ايه؟ حاجه نظيفه مضمونه 100%. وزي ما انتم عارفين شعارنا لا لاكل الشارع او المصنعات بتاعه الشارع. وزي ما انتم شايفين انا بطلعه قدامكم اهو متماسك. في كذا طريقه بقى لتشويحته. ممكن نعمله بالخضار زي ما انا عملته في الفيديو دوت. وممكن نعمله بالبيض والبقسماط. كمان على فكره انت ممكن تخزنيه في الفريزر وتطلعيه في اي وقت. حاجه نظيفه جدا ومحترمه. نص كيلو من اللحمه عليه 100 جرام من الدهن. دي لحمه مستورده يا جماعه وده دهن بلدي 100 جرام. 3 معالق دقيق، 3 معالق نشا. وعندي التوابل بتاعتنا ملح، فلفل اسود، بابريكا، وبهارات سوسيس، فلفل احمر، توم، وزيت، وبيضتين. طيب اللحمه المفرومه طحنتها او فرمتها الاول مع الدهن اللي انا جايبه، وبعدين نزلت عليهم بالبيضتين وثلاث معالق دقيق وثلاث معالق النشا، ونزلت بالبهارات كلها وبالفلفل والثوم وكله في الكبه بتاعتنا ومع فنجان الزيت. لو الكبه بتاعتك ضعيفه مش هتقدر تفرم الثوم والفلفل مع بعض، يبقى نعميهم او دقيهم مع بعض عشان في الاخر يطلع معاكي العجين ناعم كده. اهم حاجه يطلع ناعم بالمنظر ده يا جماعه. سهله، سهله جدا. هنجيب بقى دي المرحله الثانيه بعد مرحله الطحن كله مع بعضه. هنجيب البلاستيك راب وندهنه زيت، وناخد بالمعلقه بتاعه الرز قطعه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وبالمقص بتاعك تقطعي كده وتلفي تعملي رول بالمنظر ده. فاكره طريقه اللانشون؟ اللي عايز طريقه اللانشون يقول لي اني يبقى شاير لكم الفيديو من اول وجديد. وتقفلي كده السوسيس بتاعك او الهوت دوج او النقانق. خلي بالك انت ممكن تكبري، يعني يبقى اكبر او اتخن او ارفع، يعني حسب ما كل ما بتحبين. احنا حبينا الحجم ده برضو بيبقى متوسط، وكميه بيرمي معاكي كميه كتير. هتلفي كده بلاستيك راب، وبعدين ترجعي تقفلي من اليمين ومن الشمال. وبعدين بعد ما بنخلص بقى الكميه كلها هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام، سهله جدا جدا جدا. ده الشكل النهائي كده. ما فاضلش بقى غير الورق الفويل. هجيب كل قطعه من دول هلفها بحته صغيره جدا بورق الفويل. هقطع ورق فويل على قد كل سوسيس، او على كل صبع من الصوابع الصغنطوطه ديت، وارجع الفها كده اهو بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص. خلي بالك الكميه دي بقى ترمي معاكي. كميه النص كيلو ده رمى معانا كميه كبيره، وتتركن تتحط في الفريزر وتطلعي وتشوحي منه او تعمليه بقى بالخضار، تعملي زي ما انت عايزه. خلصنا الكميه دي كلها هنبتدي بقى ايه؟ التسويه. التسويه سهله قوي قوي قوي. الحله بتاعتنا على البوتاجاز فيها ميه بتغلي، هننزل فيها بكام ورقه من اللورة وكمان حبهان بتاعنا، وهننزل بيه بالسوسيس. هيقعد قد ايه يا جماعه؟ هيقعد ساعه الا ربع، 45 دقيقه. بعد ما يستوي يطلع يبرد تماما تماما، يعني مش هينفع تشتغلي او تفكيه وهو سخن طبعا عشان سخن جدا. اول ما يبرد الفك بتاعه سهل جدا، تفكيه كده هوت بايديكي، او ممكن بالمقص تقطعي الاطراف زي ما احنا بنعمل كده وتضغطي من تحت، هيطلع معاكي صباع السوسيس او الهوت دوج متماسك جدا جدا جدا. ممكن كده وتقوم حطاهم في علبه وتشيلها على الفريزر. طيب احنا بقى هنشتغلوا ايه؟ هشوحها اعمله خضار زيه زي السجق بالظبط. اما زيت على سمنه، عليهم معلقه من الثوم المفروم، وهننزل بالكزبره الناشفه. هنمكسهم كده مع بعض يطلعوا ريحه كويسه، وبعدين هنزل بالسوسيس بتاعنا. هشوحهم بالثوم والكزبره الناشفه ياخد تشويحه حلوه كده لذيذه، وابتدي هنزل بالخضار المشكل. خضار مشكل، بصل متقطع شرايح، فلفل الوان. انا كان عندي فلفل اخضر، نزلت بالبصل الاول ياخد بس كده، تاخد من طعم البصل وريحته، واقوم نازل بيه الفلفل بتاعنا واقلبه تقليبه كويس جدا جدا. هو متماسك جدا، مش هيفك منك، انسي دي خالص خالص. خدت بالك حضرتك؟ وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا وهنحط الطماطم بتاعتنا وهنحط كل الحاجه بتاعتنا. انا عملت الوصفه بالخضار ليه؟ عشان هاكله مع مكرونه. فانا ما زلت بالطماطم، نزلت بالتوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وسنه صغيره من الكاري الهندي اللي هو بديل ايه؟ قلت قبل كده ده بديل مرقه الدجاج. وتقليبه والتانيه والتالته كده. الخضار ده هينزل ميه، هيبتدي يسوي اكتر ويطعم اكتر السوسيس بتاعنا. بعد ما يتغطى يقعد يعني تقريبا 15 ل 20 دقيقه. بعد ما قلبته وغطيته كده اهو، بعد 20 دقيقه طلع وبالمنظر التحفه ده. انا عملت طريقه الخضار دي عشان انا هاكل جنبيه مكرونه، لكن انت ممكن تقليه بالبيض. يعني ممكن تعمليه ببقسماط وبيض ودقيق، وبعدين تقليه بيبقى طعمه خطير جدا. ممكن تحمريه على طول وسندوتشات بالعيش الفينو جميل جدا. انا عملته مع المكرونه زي ما انتم شايفين طعمه خطير قوي. عشاء جميل، غدا، سندوتشات المدارس، حاجه نظيفه ومعروفه، وابعدوا بقى عن المصنعات.